السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير دايما. شايفين الجمال ده؟ يا ترى ده ايه؟ تعالى اقول لكم ده ايه. بس الاول فكروا كده. طب انا خلاص هقول لكم. دي جبنة قديمة، انما انا عاملاها بطريقة حاجة روعة، حاجة فاخر من الاخر يا باشا. تخليكي كده لو قعدتي قدام الطبق اللي انا ماسكاه ده تاكليه كله كده وانتي قاعدة. حاجة تجري النفس كده، تجري تفتح الشهية. يعني حاجة فاخر من الاخر. تعالوا الأول قبل ما أقول لكم عملتها إزاي نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا نبدأ الفيديو. الجبنة القديمة دي من اللي أنا عاملاها في البيت عندي. أنا ما بقطعهاش من عندي، يعني الجبنة القديمة دي عندي على طول، واخداها الحكاية دي يعني من أمي الله يرحمها. إن بيتنا تملي يبقى عندنا لازم برطمان الجبنة القديمة أو زلعة الجبنة القديمة بالمش. تقول لي ده خير في البيت. ده فعلا خير في البيت، بيبقى موجود عندي يعني. انتوا شايفين كمان سعرها دلوقتي غالي قد ايه، وبقت الجبنه القديمه كمان ما انتش ضامنه نظافتها، مش ضامنه واقع فيها سوس، واقع يعني هي واقع فيها حشرات، واقع فيها ايه، ما تضمنيش اللي عاملينها بيبقوا عاملينها ازاي. فلما تجيبيها وتعمليها في البيت انتي بتبقى طعمها احلى وانضف، واثقه فيها وضامنه نظافتها، وضامنه ان ايد مفيش ايد تانية اتحطت فيها غير ايدك. الاول او عايزه اقول لكم ان انا عامله فيديو على القناه. برضو يعني دوروا كده في القناه او اكتبوا في البحث الجبنه القديمه منوعات الحاجه زوزو، هتلاقي يجيلك الفيديو. انا عاملاه وان شاء الله اعمله لكم تاني. ازاي تعملي جبنه قديمه من البدايه، ازاي تعملي المش، ازاي تعملي المش من بدايه ما تقولي ها لسه هعمل مش. ونضيف وتكوني ضامنه نظافته. انا طلعت كده كام حته جبنه، حوالي 3 حتت كده، وعليهم شويه مش من عندي من البرطمان اللي انا عاملاه. والفلفل الاحمر ده انا تملي بجيب الفلفل الاحمر دون احطه في المش، منه بيديني لون ومنه بيمنع اي تكون دود سوس اي حاجات وحشه. كمان انا بحط معاه حاجات تانية، بشوفوا الفيديو هتلاقوني حاطه معاه. بحط ترمس مر، بغسله وانشفه واسقطه مع المش. وبحط كمان اللهم صل على النبي. انا عايزه اقول لكم الاول، شايفين الطحينه؟ انا بحط دلوقتي طحينه. الطحينه دي شفتوها وهي نازله سايله ازاي، ما فصلتش الزيت لوحده، الطحينه لوحدها. الطحينه دي برضو عايزاكم تشوفوا الفيديو بتاع الطحينه، انا عاملاه على القناة، عاملاه بثلاث طرق. مرة عاملاه بطريقة سمسم وسوداني وسمسم بس وسمسم وحمص بتاع المقلة. في كذا طريقة أنا عاملاها، وبتديكي كمية حلوة من كمية قليلة، بتديكي كمية طحينة حلوة وتقيلة. عايزاكم تشوفوا الفيديو تاني وتكرروه. شفتوا الطحينة وهي نازلة كانت تقيلة ازاي ومش فاصلة معايا، رغم ان هي بقالها يمكن شهر في التلاجة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حطيت كمان حوالي كده ربع كوباية زيت. وهضرب كل ده بقى في الكبة. الجبنة القديمة بالمش بالفلفل. الفلفل الحامي ده بيديها طعم جميل، وكمان يمنع اي حشرات زي ما قلت لكم. حاجه فاخر من الاخر يا باشا، حاجه كده مضمونه، انت اللي عاملاها ومفيش حاجه واقعه فيها، ومحافظه على نظافتها في البيت. كده انا ضربتها شويه كده، كنت مطلعه كمان قرنين الفلفل دول. انا بخزن تملي زي ما انتوا عارفين، بحط اي حاجه موجوده في موسم بشيلها في الفريزر لموسم ما هيش موجوده فيه. فانا كنت جايبه قرون الفلفل الاحمر ده، بشيل منها تملي في الفريزر كده. خدت قرنين كمان وضربتهم، قطعتهم وضربتهم مع الجبنة. وهحط لسه كمان شوية زيت. بس طعمها جميل وناعمة وحلوة، ويعني حاجة حلوة قوي. حط كمان حوالي كده ربع كوباية زيت تاني، ونضربها تاني. زي ما انتوا شايفين كده هتعمل لي كمية حلوة. تيجي بالليل بقى عايزة نفسك تجري كده رغيف محمص مع جبنة قديمة الدهرية، او مثلا في اي وقت نفسك تروح لها عامله فطير مشلتت، يا سلام. المهم ان عامله حاجه نظيفه مضمونه، انت بس اللي حطيتي ايدك فيها، انت بس اللي عاملاها. ما تضمنيش بره بتجيب الحاجه دي غاليه، وفي نفس الوقت ما تضمنيش نظافتها. عايزاكم متابعيني حبايبي تعملوا لي لايك
وتعملوا لي اشتراك. متابعين الجداد اللي لسه بيشوفوا قناتي لأول مرة، شرفوني كده بلايكاتكم وباشتراككم في القناة. بعد ما تتجولوا في القناة إن شاء الله محتوى يعجبكم وتلاقوا محتوى قناتي هادف. اعملوا لي اشتراك وما تنسوش تدعموني بلايكاتكم والكومنتات الحلوة اللي بتشجعني. زي ما انتوا شايفين، بص عملت لي كمية قد ايه. مليت البولة ديت ولسه في تاني هيملى لي طبق تاني. زي ما انتوا شايفين، اعملي الكمية وحطيها في علبة، حطيها في التلاجة. وقت لما تاخدي منها بقى في طبق صغير كده يخلص، خدي غيره. بصوا كمان انا مقطعه كمان حلقات فلفل، حلقات قوطه وخيار. يا سلام، بصوا جبت العيش بقى، ريحتها وطعمها مخليوني مش قادره استنى ان انا ما ادوقهاش. يلا بقى جبت العيش، بصوا طعمها لذيذ لذيذ. حاجه طعمه، حاجه فاخر من الاخر يا باشا، حاجه نظيفه وضمناها، وانت اللي عاملاها بايدك. ما تنسوش تشرفوني بلايكاتكم وتدعموني في الكومنتات بكلامكم اللي بيشجعني. وجربوا المش بالطريقة دي والجبنة، حاجة حلوة قوي. وبصوا نضيفة ازاي، مفيش فيها اي حشرات لان عاملاها بايدي في البيت وضمناها. جربوا، قولوا لي رأيكم. مع السلامة.